ما الفرق؟ العلم. مر النبي على إحدى زوجاته أم المؤمنين فوجدها تذكر الله بعد صلاة الفجر، فرجع إليها بعد صلاة الضحى وقد ارتفعت الشمس، قال: ما زلت على هذه الحال؟ ذكر بعد الفجر إلى الضحى والشمس مرتفعة؟ قالت: نعم يا رسول الله، كل هذا ذكر. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، ما تأخذ دقيقة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قلتها 3 مرات، لو وزنت بكل ذكرك إلى أن ارتفعت الشمس لوزنتهن. لما يا رب؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم هذا هو الفرق. فإن من الناس ربما يجهد نفسه ويقتلها وليس له من الأجر إلا القليل. وبعض الناس والله ما أراد منا المشقة. بعض الناس يظن أن الله أراد منا أن نتعب وأن نشق على أنفسنا. لا، خطأ. المشقة إن وجدت مع العمل ارتفع الأجر، ولا تقصد المشقة بذاتها. وبعض الناس يفهم هذا الفهم لما قرأ حديث النبي: وإسباغ الوضوء على المكاره، وفي الشتاء والماء دافئ يتوضأ بالماء البارد. لما يا فلان؟ يقول: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا معنى الحديث. إن أكرهت على ماء بارد في الشتاء وحار في الصيف اصبر وتحمل فالأجر يعظم، ولا تتعمد المشقة. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أخي الكريم، اسمع إلى أبواب الخير وتدبر واحفظ، وبعدها اخرج من المسجد سابق واركض وسارع كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا. وقال: سارعوا. وقال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل عمل صالح يقربك إلى الله، ولكن اسأل عن أفضل الأعمال كما كان الصحابة يفعلون. ما أحب الأعمال إلى الله؟ لأن العمر قصير والفترة محدودة والأوقات ضيقة ولن تستطيع أن تدرك كل الأعمال. اسأل عن أفضلها. تريد حسنة ب10 أمثالها مباشرة بنصف دقيقة أكثر من 1000 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حسبت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ما تأخذ نصف دقيقة، أكثر من 1000 حسنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تريد 100 حسنة خالصة مباشرة؟ ضربة تضرب بها وزغا. من قتل وزغا من أول ضربة، ما نسميه البرعصي، من قتل وزغا من أول ضربة كتب الله له 100 حسنة. ولهذا كان لعائشة رمحا تقتل به الأوزاع، تقول: لما هذا الحيوان كان يؤجج النار على إبراهيم عليه السلام. وهذا الحيوان من الحيوانات الضارة التي أمرنا بقتلها كالفأرة وكالحية والعقرب. من أول ضربة يكتب لك 100 حسنة. انظر إلى تفريطنا في الحسنات. أتريد يا عبد الله 700 حسنة؟ تصدق ولو ب10 فلوس، ولو 100 فلس، ولو بدينار. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أهم شيء الإخلاص، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم صارت؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا لما قال الصحابة في الدعاء إذا كان الأجر كثير نكثر من الأعمال، ابتسم النبي وقال: الله أكثر مهما فعلت، فإن أجر الله أعظم وأجر الله عز وجل أكثر. ولكن أين العاملون؟ أين المتسابقون؟ أين الذين لا يضيعون الأوقات؟ تريد عشرات الملايين من الحسنات؟ لا تقل يا شيخ أنت تبالغ،
كل ما أذكره اليوم أحاديث صحيحة. تريد عشرات الملايين من الحسنات في لحظات، هذه من أين؟ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا القريب، ثم الأبعد ثم الأبعد، وللمؤمنين والمؤمنات. ألا تستطيعها؟ إذا استغفرت أن تستغفر لنفسك ووالديك والأقربين الذين دخلوا بيتك من المؤمنين خاصة المؤمنين، ثم استغفر للمؤمنين والمؤمنات، ما الذي يضرك؟ والحديث صحيح. انظر كم مؤمن اليوم على وجه الأرض، تقول لا أمر عظيم. أقول لك الله أعظم وفضل الله أكبر. إذا كان رجل ما عمل شيئا، مر في الطريق فرأى شجرة فيها شوك آذت الناس في الطريق، امتلأ قلبه حبا لله ثم حبا للمؤمنين، فنزل من ظهر دابته وقال لأنحين هذه عن طريق المسلمين حتى لا تؤذيهم، فنحى الشجرة إخلاص لله. تعرف ماذا صنع الله له؟ غفر الله له وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. لمن خلق الله الجنة؟ أعدت لمن؟ للمتقين يا عبد الله.